هاي، ازيكم؟ انا مريان، هكون معاكم في ABC Parrot Tips. يلا بينا. جملة ادخل اوضتك وفكر في اللي انت عملته كتير قوي بنقولها لولادنا لما بيعملوا مصيبة من غير ما نشرح ومن غير اي حاجة. بنتعصب ونتنرفز ونقول لهم اتفضل على اوضتك دلوقتي وما تكلمنيش وفكر في اللي انت عملته. طب تفتكروا رد الفعل بتاع الطفل في الوقت ده بيكون ايه؟ هل بيبقى مستوعب اللي حصل ولا ما بيبقاش فاهم حاجة؟ هي لما بيدخل اوضته وبيتحبس جوه بيفضل يفكر 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 هو عمل ايه، بيبقى مش فاهم، مش عارف ايه اللي حصل. ليه ماما مرة واحدة اتعصبت واتنرفزت؟ لانه احنا ما شرحنا لهوش ايه اللي حصل. بس هو كل اللي بيحس بيه ان هو اكيد عمل مصيبة وهو مش عارف ايه هي المصيبة دي. وبنستغرب بعد كده انه يرجع يكرر نفس المشكلة تاني لانه من الاول ما تشرحلوش ان هو عمل حاجة غلط. مع الأسف ده بيخليه دايما يعاني من فكرة الأوفر ثينكينج، يعني طول الوقت بيفضل يفكر إن هو أكيد عمل حاجة غلط، أكيد هو غلطان في حاجة. يعني مثلا لو حد كلمه بطريقة مش كويسة شوية أو بنرفزة أو كده هيحس إنه أكيد هو اللي غلطان، أكيد المشكلة عنده. لو حد مثلا قال له طب أنا مش فاضي دلوقتي هيحس إنه إيه بقى، أكيد أنا بقى في مشكلة عندي، أنا أكيد عملت حاجة. دايما هيبقى بيجيب الغلط على نفسه، دايما هيبقى بيفكر هو انا عملت ايه، هو ايه اللي انا عملته. دايما هيبقى حاسس انه هو دايما اللي غلطان في حاجة، مش ببساطة الشخص اللي قدامه هو اللي عنده مشكلة او مش فاضي او مر بموقف صعب فطلعوا عليه. هيبقى دايما شايف نفسه هو اللي غلطان. علشان كده في المواقف دي لما ولادنا بيعملوا حاجة غلط لازم نقعد معاهم ونشرح لهم بالراحة ونشرح لهم ليه اللي عملوه ده غلط، وكمان نساعدهم ازاي يصلحوه. مش فكرة بس ان احنا نقول لهم يلا اخبطوا راسكم في الحيطة وشوفوا بقى انتوا عملتوا ايه غلط وما تكلموناش دلوقتي غير لما تكتشفوا لوحدكم ايه الغلط اللي انتوا عملتوه. عمرهم ما هيوصلوا لوحدهم، لازم احنا اللي نساعدهم ان هم يعرفوا ايه الغلط اللي هم عملوه. ميرسي، بشوفكم الفيديو الجاي. باي.